بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا قبل ما نبدأ الشرح في أي حاجة اعمل اشتراك في القناة واعمل إعجاب للفيديو، عشان هنا هتستفيد من كل حاجة. هتستفيد لو معاك عملة قديمة هقولك على سعرها وبتنباع فين، والعملة دي تساوي كام، والعملة اللي ما تساويش هقولك ما تساويش، وأعرفك كل حاجة عن العملات. لأن بفضل الله والحمد لله اللي بيكلمك ده خبرة في العملات بقالي سنين، واعرف كل حاجة بفضل الله عن العملات واسعارها، وايه اللي يعمل اللي يساوي سعر عالي وايه اللي يساوي سعر رخيص، وهعرفك كل حاجة عن العملات شرحنا النهاردة. فاعمل اشتراك في القناة عشان هتستفيد بعد كده من الفيديوهات اللي انا هنزلها ان شاء الله. النهاردة هنتكلم عن الشيلن والبريزة. الشيلن ده والبريزة ده الشيلن اهو، جمهورية مصر العربية اهو، ده الشيلن اهو قدامك اهو، اهو الخمس قروش، ودي العشر قروش، ودي العشر قروش. هقول لك على سعر دي وسعر دي. لو انت معاك اي عملة من العملات دي هقول لك على اسعارها دلوقتي. هنتكلم الاول عن الشيلن. الشيلن ده طلع منه كام اصدار، واخد بالك؟ فيهم اصدار واحد بس هو اللي غالي وسعره يتعدى ال40,000 جنيه، بس بشرط يكون عليه العلامة اللي انا هقولك عليها دلوقتي. مبدئيا ده مكتوب عليه ايه؟ جمهورية مصر العربية. جمهورية مصر العربية. طيب الشيلن ده سعره كام؟ ده سعره من 3 جنيه ل5 جنيه، من 3 جنيه ل5 جنيه، من 3 جنيه ل5 جنيه، عشان ده ما تقولش ده غالي او الكلام ده. ده سعره من 3 جنيه ل5 جنيه. لو الورقة انصر زي اللي في ايديا دي انصر اهي. يعني ايه انصر؟ الانصر ده يعني ما اتلمس، يعني لسه طالع من البنك، يعني معلش ما فيش اي غلطة، لسه طالع جديد من البنك اهو. الورقة بتخروش كده وما فيهاش قطع وما فيهاش شخبطة ولا عليها كتابة ولا اي حاجة، هي دي الانصر. ورقة لسه طالعة من البنك حالا اهي، تشوفها تقول هي طالعة من البنك دلوقتي اهي. ده سعرها 5 جنيه، 5 جنيه. لو حالة اقل من كده تعمل 2 جنيه 3 جنيه. ده سعرها قلنا اهي 5 جنيه. بكلمك على اللي في ايديا دي 5 جنيه. اي حد هيقول لك ان هي ازيد من 5 جنيه ما تصدقوش، هي 5 جنيه سعرها. اكتر من كده ما بتتباعش، اكتر من كده ما بتتباعش. طب ايه العملة بقى اللي سعرها غالي في الشيلن؟ هي عملة واحدة بس، ورقة واحدة بس، مكتوب هنا جمهورية مصر العربية. ركز، مكتوب هنا جمهورية مصر العربية، جمهورية مصر العربية. الورقة بقى اللي سعرها 40,000 جنيه بدل جمهورية مصر العربية دي مكتوب الدولة المصرية، الدولة المصرية. هنا على الشلم مكتوب الدولة المصرية كده، الدولة المصرية. والعلامة المائية بتاعت الشلن بتلاقي عليها صورة الملك فاروق. لو عملنا كده العلامة المائية هنا العلامة المائية بتبقى صورة الملك فاروق، ده اللي سعرها 40,000 جنيه. يبقى هنا العلامة المائية صورة الملك فاروق، وهنا بدل جمهورية مصر العربية مكتوب الدولة المصرية، الدولة المصرية. ده الشيلن ده يعمل 40,000 جنيه، وما يتباعش أقل من كده ولا أزيد من كده. ده سعره 40,000 جنيه لأنه هو مش موجود نهائي، موجود منه عدد بسيط جدا. ممكن من العدد ده، ممكن من الورقة دي تبقى معاك انت، ممكن احتمال تبقى معاك. ده سعرها 40,000 جنيه زي ما انا قلت لك. لكن اي حاجة مكتوب عليها جمهورية مصر العربية دي سعرها 5 جنيه، 5 جنيه. في ورقة بقى تانية، اصدار تاني، بدل ما مكتوب جمهورية مصر العربية مكتوب المملكة العربية، الجمهورية العربية المتحدة، الجمهورية العربية المتحدة. سعر الجمهورية العربية المتحدة ده الشيلن اللي مكتوب عليه الجمهورية العربية المتحدة بيعمل من 50 جنيه ل 100 جنيه على حسب الحالة بتاعته.
على حسب الحالة بتاعته. يعني لو ورقة أنصر زي دي هتعمل 100 جنيه، لو ورقة أقل من كده هتعمل 50 جنيه. مكتوب إيه؟ الجمهورية العربية المتحدة، الجمهورية العربية المتحدة، الجمهورية العربية المتحدة. في برضو إصدار تاني تالت سعره غالي برضو، مكتوب عليه جمهورية مصر، يعني تشيل كلمة العربية دي، كلمة جمهورية مصر العربية دي هتبقى مكتوب جمهورية مصر بس، جمهورية مصر، جمهورية مصر. الشيلن ده هيعمل من 500 جنيه ل 1000 جنيه، من 500 جنيه ل 1000 جنيه على حسب برضو الحالة بتاعته. يعني لو حالته أنصر زي دي كده هيعمل 1000 جنيه، بشرط يعمل 1000 جنيه امتى بقى؟ لو مكتوب جمهورية مصر بس، جمهورية مصر، جمهورية مصر. اما بقى اللي قدامك ده كله، ده كله جمهورية مصر العربية، ده سعره 5 جنيه، ده سعره 5 جنيه. خلاص، يبقى كده احنا خلصنا من موضوع الشلن. الشلن جمهورية مصر العربية سعره 5 جنيه. الشلن الجمهورية العربية المتحدة ده سعره من 50 جنيه ل 100 جنيه. الشلن اللي مكتوب عليه جمهورية مصر من 500 جنيه ل 1000 جنيه، من 500 جنيه ل 1000 جنيه. خلاص كده انتهينا من موضوع الشلن. نيجي بقى على 10 قروش اللي هي البريزة. دي شكلها، ادي البريزة مكتوب عليها جمهورية مصر العربية اهي، ده الظهر بتاعها، ده الظهر بتاعها مكتوب عليه جمهورية مصر العربية. ده سعرها كام؟ نفس الكلام اللي عند الشلن، هو نفس الكلام اللي عند البريزة. دي هتعمل 5 جنيه، من 3 جنيه ل 5 جنيه على حسب برضو الحالة بتاعتها. حالة أنصر هتعمل 5 جنيه، أزيد من كده لأ، أقل من كده لأ، من 5 جنيه ل 3 جنيه. لو حالة مش أنصر زي اللي في إيديا دي هتعمل 3 جنيه، 3 جنيه. أما لو أنصر هتعمل 5 جنيه. دي برضو 10 قروش برضو اهي، ده إصدار تاني برضو، بس برضو نفس الكلام مكتوب عليها جمهورية مصر العربية، جمهورية مصر العربية. ده نفس الكلام في السعر 5 جنيه برضو زي ما أنا قلت لك، 5 جنيه. طيب أنهي عملة بقى اللي هي غالية في البريزة؟ عملة واحدة بس اللي هي غالية في البريزة وتعمل برضو المبلغ اللي أنا بقولك عليه ده اللي هو 40,000 جنيه. لو هنا مكتوب الدولة المصرية، الدولة المصرية، ركز معايا كلمة الدولة المصرية، بدل جمهورية مصر العربية مكتوب الدولة المصرية، ده سعرها 40,000 جنيه. وهنا برضو العلامة المائية، العلامة المائية بتاعتها الملك فاروق، الملك فاروق. تمسك الورقة كده وتشوف العلامة المائية بتاعتها، تلاقي مكتوب عليها، تلاقي مرسوم عليها صورة الملك فاروق. دي اللي سعرها 40,000 جنيه، دي سعرها 40,000 جنيه. في برضه إصدار تاني مكتوب عليه الجمهورية العربية المتحدة، الجمهورية العربية المتحدة، وده سعرها برضه من 50 جنيه ل 100 جنيه، من 50 جنيه ل 100 جنيه على حسب حالة الورقة. في إصدار تالت برضه اللي هو مكتوب عليه جمهورية مصر، ده برضه تعمل من 500 جنيه ل 1000 جنيه، من 500 ل 1000 جنيه، اللي هي مكتوب عليها جمهورية مصر بس، جمهورية مصر. تمام كده، ايه اتفقنا؟ يبقى سعر البريزة، اي بريزة، اي بريزة من ديت مكتوب عليها جمهورية مصر العربية سعرها 5 جنيه. اي بريزة مكتوب عليها الجمهورية العربية المتحدة سعرها من 50 جنيه ل 100 جنيه على حسب الحالة بتاعتها. اي بريزة مكتوب عليها جمهورية مصر بس سعرها من 500 جنيه ل 1000 جنيه على حسب الحالة. البريزة اللي مكتوب عليها الدولة المصرية دي اللي سعرها 40,000 جنيه. انت دور عندك على هنا يبقى مكتوب الدولة المصرية، وهنا العلامة المائية بتاعتها صورة الملك فاروق، دي سعرها 40,000 جنيه. ممكن واحتمال تكون معاك. طيب انا لو معايا بقى الدولة المصرية او معايا جمهورية مصر او معايا الجمهورية العربية المتحدة، ابيعها فين؟ في يا باشا عندك جروبات الفيسبوك، في موقع اسمه موقع ايباي، في موقع اليكس. الحاجات دي تقدر تعرض عليها العملة اللي معاك، تعرض عليها العملة اللي معاك، وهناك
الناس بتبيع وتشتري على المواقع دي، وفي جروبات برضو الفيسبوك الناس بتشتري وتبيع برضو على الجروبات الفيسبوك دي. اهم شيء يكون العملة اللي هي ايه غالية، اللي هي مكتوب عليها الدولة المصرية. اي حاجة بقى مكتوب عليها جمهورية مصر العربية انسى ان هي تتباع بأي مبلغ. زي ما انا قلت لك، اي حاجة مكتوب عليها جمهورية مصر العربية سعرها 5 جنيه، يعني ملهاش لازمة انك انت تبيعها، احتفظ بيها وخلاص. ما تقولش انا معايا بقى الشلن والكلام ده كله سعره غالي والحاجات دي، لا. السعر اللي سعره غالي اللي هي مكتوب عليها الدولة المصرية، الدولة المصرية. وادي قدامك انا معايا كام ورقة اهي، وعندي بكاوي تانية برضه من جمهورية مصر العربية دي سعرها 5 جنيه وموجودة مع كل الناس. انما اللي سعرها غالي اللي هي مكتوب عليها الدولة المصرية، الدولة المصرية. ده كان الفيديو. لو عجبك اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة، واستنونا في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.